أهلا بيكم الصف الأول الإعدادي في الدرس الأول من الترم التاني للجغرافيا. أول درس عندنا بعنوان عناصر المناخ. طيب مش لما نعرف إيه هو المناخ الأول بقى كده نعرف العناصر بتاعته؟ تعالوا كده نشوف إيه هو المناخ. المناخ ده اللي هو حالة الجو. حالة الجو دي اللي هي إيه؟ اللي هي مثلا الحرارة، الرياح، الأمطار والضغط الجوي. تمام؟ حلو قوي. إنما إحنا دلوقتي هنتكلم عن تعريف المناخ. بصوا معايا وركزوا. دلوقتي الأرض دي ربنا خلقها وخلق معاها حاجات كتيرة جدا عشان نقدر نعيش عليها، ومن الحاجات دي المناخ. المناخ ده اللي هو مهم جدا وبيؤدي لاختلاف أشكال الحياة على سطح الأرض. يعني هو مهم طبعا لأن بيؤدي لاختلاف أشكال الحياة على سطح الأرض. طيب دلوقتي لما يجي حد كده عايش بره ويقول لك هو الجو عندك عامل إيه، هنا بيسأل بصفة عامة عن الجو اللي هو إيه؟ اللي هو المناخ. حالة الجو فترة زمنية طويلة قد إيه؟ مثلا شهر، سنة، فصل كده، يعني فترة طويلة، فترة زمنية طويلة. من حيث إيه بقى يا سيدي؟ الحرارة والضغط الجوي والرياح والأمطار. يبقى نقول تاني، المناخ عبارة عن حالة الجو فترة زمنية طويلة من حيث إيه؟ الحرارة والضغط الجوي والرياح والأمطار. بس استنى معايا لحظة، احنا لما قلنا طويلة قلنا معاها سنة أو شهر أو فصل. تمام كده تبقى فترة زمنية طويلة، لأن احنا دلوقتي هندخل في تعريف الطقس. الطقس اللي هو عكس المناخ في الفترة الزمنية. عندي هنا الطقس اللي هو بيجي مثلا في التلفزيون كده آخر النهار ويقول لك حالة الجو بكرة عاملة إيه. يعني إيه؟ يعني الطقس ده حالة الجو ولكن في فترة زمنية قصيرة. من حيث إيه برضو؟ من حيث الحرارة والضغط الجوي والرياح والأمطار. نفس النظام، هو نفس التعريف، ولكن الاختلاف عندي في إيه؟ في الفترة الزمنية. الفترة الزمنية في المناخ فترة زمنية طويلة، وفي الطقس فترة زمنية قصيرة. قصيرة يعني قد إيه؟ يوم، يومين، أسبوع بالكتير قوي. بس هنزود هنا حاجة. هنا في تعريف المناخ احنا قلنا حالة الجو لفترة زمنية طويلة، هنكتب بس قبلها كلمة متوسط. طب ليه؟ أقول لك. دلوقتي لما نكتب متوسط حالة الجو فترة زمنية طويلة، احنا هنا بنتكلم عن الفترة الزمنية دي هل كلها هتكون حر بس؟ أكيد لأ. يعني ممكن تكون مثلا درجة الحرارة فيها أمطار. المناخ هنا في أمطار ورياح وحرارة، يعني احنا ما قصدناش حاجة معينة بس، فعشان كده زودنا كلمة متوسط. يبقى المناخ عندي متوسط حالة الجو فترة زمنية طويلة من حيث الحرارة والضغط الجوي والرياح والأمطار. طب تعالى بقى كده في الطقس، احنا هنا زي ما انت شايف كده زودنا كلمة وصف. زودناها ليه؟ لأن أنا هنا بوصف الجو فترة زمنية قصيرة جدا، زي ما قلنا يوم، يومين بالكتير قوي 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 قوي، أسبوع. فأنا هنا بوصف حالة الجو فترة زمنية قصيرة من حيث الحرارة والضغط الجوي والرياح والأمطار. ده تعريف الطقس. تعال بقى قول لي الفرق هنا بين الاتنين في ايه؟ الفرق عندي بين التعريفين، الفرق بين المناخ والطقس في الفترة الزمنية وبس. يبقى الفرق هنا في المناخ فترة زمنية طويلة، في الطقس فترة زمنية قصيرة. طيب احنا بعد ما عرفنا المناخ، تعالوا بقى ندخل على عناصر المناخ. عناصر المناخ عندي 3 حاجات: الحرارة والضغط الجوي والرياح والأمطار. تاني كده قلنا الحرارة 1، 2 الضغط الجوي والرياح، 3 الأمطار. يبقى هي دي عناصر المناخ، هنتكلم عنها واحدة واحدة دلوقتي. طيب هو أنا لو جيت دلوقتي قلت إيه مصدر الحرارة على سطح الأرض؟ هتقول لي الشمس. صح، برافو عليك، شاطر. طيب يبقى كده الحرارة دي هي من أهم عناصر المناخ. برضو انت شاطر، برافو عليك. الحرارة من أهم عناصر المناخ ومصدرها الشمس. شاطر برضو. ليه بقى هي أهم عناصر المناخ؟ بما تفسر. أقول لك لأن هي بتؤثر على باقي عناصر المناخ الأخرى اللي هم مين؟ اللي هم الضغط الجوي والرياح، وكمان بتأثر على الأمطار. يعني كده الحرارة عندي هي من أهم عناصر المناخ. أيوة، هي من أهم عناصر المناخ. ليه؟ لأن هي بتأثر على باقي عناصر المناخ الأخرى اللي هي ضغط الجوي والرياح والأمطار. طيب هاجي أقول لك برضو سؤال تاني بما تفسر. هل بتختلف درجة الحرارة يا سيدي من مكان لآخر على سطح الأرض؟ طبعا. طب إيه الدليل؟ عندنا 5 أسباب. بما تفسر تختلف درجة الحرارة من مكان لآخر على سطح الأرض. نعم،
اديني بقى حبة أسباب كده. عندنا 5 أسباب، افتكرهم كويس جدا عشان هنتكلم عنهم بالتفصيل دلوقتي. طيب اكتب كده معايا يا سيدي بقى. أول سبب هو اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض، ده من أسباب اللي بتأثر على درجة الحرارة من مكان لآخر على سطح الأرض. تاني سبب التضاريس، التضاريس اللي هي المقصود بها الجبال والهضاب والتلال. تالت سبب القرب أو البعد عن المسطحات المائية. هل بتأثر؟ طبعا بتأثر، هنتكلم عن كل دوت دلوقتي حالا بالتفصيل، وهناخد سؤال عن كل واحد. رابع سبب الغطاء النباتي. الغطاء النباتي مهم جدا في ان هو يأثر لي درجة الحرارة من مكان لآخر. خامس سبب طول وقصر النهار. طول وقصر النهار مهم قوي في الموضوع ده لأنه بيأثر جامد جدا. تعالوا بقى نتكلم عن أول سبب. احنا قلنا من الأسباب اللي بتأثر على درجة الحرارة من مكان لآخر، 1 اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض. طب تعالوا بقى ناخد عليه سؤال. بما تفسر ارتفاع درجة الحرارة كلما اقتربنا من دائرة الاستواء وانخفضت كلما ابتعدنا عنها. الكلام ده حقيقي طبعا. تعالى بقى شوف كده الصورة اللي قدامك دي. عندك الكرة الأرضية اهي، نصها دي أشعة الشمس بتكون عمودية عالية. يعني ايه عمودية؟ يعني بالظبط كأن الشمس واقفة فوق راسك تماما، فكده تبقى درجة الحرارة عالية جدا، مرتفعة، تبقى مرتفعة وبشكل عمودي. فين؟ كلما اقتربت من دائرة الاستواء. وبتبقى منخفضة امتى؟ بص كده برضو على الصورة قدامك، كل ما بتبعد عن دائرة الاستواء شمال أو جنوب بتبدأ درجة الحرارة تبقى مائلة، يعني ما بتأثرش فيك بشكل مباشر. يعني ايه؟ يعني برضو بتبقى منخفضة كلما ابتعدنا عن دائرة الاستواء. يبقى بما تفسر ارتفاع درجة الحرارة كلما اقتربنا من دائرة الاستواء وانخفاضها كلما ابتعدنا عنها. ليه؟ لأن أشعة الشمس بتكون عمودية عند دائرة الاستواء ومائلة كلما ابتعدنا عنها شمالا أو جنوبا. تاني سبب عندي بيأثر على درجة الحرارة من مكان لآخر على سطح الأرض هي التضاريس. التضاريس دي اللي هي ايه؟ اللي هي الجبال والتلال والهضاب. بص يا سيدي، لو احنا واقفين على الأرض اهو مكان الراجل اللي واقف ده، هنا هتلاقي درجة الحرارة كويسة جدا، تمام؟ وبس في نفس المكان فوق على الجبل هتلاقي تلج. طب ليه؟ طب ما هو نفس المكان. لا، مش هو نفس المكان، في اختلاف في درجة الحرارة هنا. نعم. طب ايه هو؟ اقول لك، لأن كل ما بترتفع 150 متر عن سطح الأرض بتقل درجة الحرارة 1 درجة مئوية. دي قاعدة لازم تكون عارفها كويس جدا. يبقى درجة الحرارة تحت على سطح الأرض مكان الراجل ده تختلف تماما عن قمة الجبل فوق في تلج، تحت مفيش. ليه؟ تاني، لأن كلما ارتفعنا 150 متر عن سطح الأرض بتقل درجة الحرارة 1 درجة مئوية. طيب تعالوا بقى ناخد مثال على الكلام ده. هقول لك مثال. فين؟ في أفريقيا، جبل كينيا. الجبل ده موجود في المنطقة المدارية الحارة. تاني، يبقى التضاريس من الأسباب اللي تؤدي إلى اختلاف درجة الحرارة من مكان لآخر على سطح الأرض. تمام؟ وعرفنا السبب لأن كلما ارتفعنا 150 متر بتقل درجة الحرارة 1 درجة مئوية. كل ما بنرتفع 150 متر عن سطح الأرض بتقل درجة الحرارة 1 درجة مئوية. شوف بقى انت بترتفع كام؟ 150 متر، فبتقل درجة الحرارة. كل ما ترتفع كل ما هتقل. زي ما شوفنا كده في الصورة على الجبل من فوق القمة فيها تلج. وخدنا مثال هو جبل في أفريقيا، جبل كينيا، ده اللي موجود في المنطقة المدارية الحارة. تمام. ولكن كلما ارتفعنا 150 متر عن سطح الأرض قلت درجة الحرارة 1 درجة مئوية. ثالث سبب في اختلاف درجة الحرارة على سطح الأرض من مكان لآخر هو البعد أو القرب عن المسطحات المائية. طبعا بتسيب وبتعمل فرق جامد جدا في درجة الحرارة. طب بما تفسر اعتدال درجة الحرارة للجهات القريبة من المسطحات المائية صيفا ودفئها شتاء. اديني بقى الإجابة فين؟ لأن المياه تعمل على تلطيف درجة الحرارة في المناطق القريبة منها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني البيوت اللي هي بتبقى موجودة جنب المسطحات المائية، تعالى هوضحها لك واحدة واحدة. البيوت اللي بتكون قريبة من أي مسطح مائي على سطح الأرض بتعمل على ايه؟ أولا كده الشمس، المية بتمتص درجة حرارة الشمس، بتمتص أشعة الشمس وبتعمل على تلطيف الجو في الصيف. طب في الشتاء
أما في الشتاء فهي بتمتص أشعة الشمس وتعمل على تدفئة الجو. يبقى احنا كده خدنا كام سبب؟ خدنا 3 أسباب اللي هم اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض، 2 التضاريس، 3 القرب أو البعد عن المسطحات المائية. رابع حاجة دلوقتي اللي هي الغطاء النباتي. الغطاء النباتي برضو بيأثر على درجة الحرارة من مكان لآخر على سطح الأرض. إزاي؟ هقولك، بص في الصورة كده معايا دلوقتي. الورد اللي موجود في الصورة ده، الغطاء النباتي اللي موجود على الأرض ده مرفوع عن الأرض، فبالتالي بيمتص شوية درجة الحرارة، فمش بيسيب الأرض تمتص أشعة الشمس كلها، لأن في غطاء نباتي عامل عازل إن درجة الحرارة توصل للأرض مباشر، عكس إيه؟ عكس المناطق الصحراوية زي الصورة اللي تحتها بالظبط. يبقى نحط عليها سؤال ونقول بما تفسر انخفاض درجة الحرارة في المناطق المزروعة والغابات عن المناطق المكشوفة؟ نعم، لأن الغطاء النباتي هنا بيمنع أشعة الشمس من الوصول المباشر إلى سطح الأرض، عكس المناطق الصحراوية اللي بتمتص أشعة الشمس كلها وبتبدأ تأثر في المكان. يبقى هنا الغطاء النباتي بيأثر ولا لأ؟ بيأثر، وبيساعد على اختلاف درجة الحرارة من مكان لآخر ولا لأ؟ بيبقى بيساعد. خامس سبب معانا بيأثر وبيعمل اختلاف في درجة الحرارة من مكان لآخر على سطح الأرض هو طول وقصر النهار. هل الكلام ده بيأثر؟ طبعا بيأثر. ازاي؟ اقولك، النهار دلوقتي لما بيبقى طويل في فصل الصيف مش بيكون درجة الحرارة شديدة، وبيبقى في درجة حرارة لمدة أطول، فبالتالي بتأثر على فصل الصيف. درجة الحرارة هنا بتكون لمدة أطول بكتير، عكس فصل الشتاء تماما. فصل الشتاء بيكون النهار فيه قصير قوي. مثال اقولك، في فصل الصيف احنا مش بنغرم مثلا بتدن الساعة 7، عكسه في فصل الشتاء امتى؟ بتدن الساعة 5. يبقى هنا في اختلاف ولا لا؟ يبقى في طول وقصر النهار بيأثر على درجة الحرارة من مكان لآخر. طيب، طول النهار هنا في فصل الصيف الأرض بتتلقى فيه كمية أكبر من أشعة الشمس. أما فصل الشتاء بيبقى النهار فيه قصير، فبتتلقى الأرض كمية قليلة من أشعة الشمس. يبقى بيأثر ولا لأ؟ يبقى بيأثر معانا. كده معانا 5 أسباب بتساعد على اختلاف درجة الحرارة من مكان لآخر على سطح الأرض. يبقى احنا النهاردة فهمنا ايه في الدرس؟ فهمنا تعريف المناخ وتعريف الطقس، وعرفنا الفرق ما بينهم هي في الفترة الزمنية بس، لأن المناخ هو متوسط حالة الجو في فترة زمنية طويلة. المناخ فترة زمنية طويلة من حيث الحرارة والضغط الجوي والرياح والأمطار. أما الطقس فهو وصف، ما تنسوش كلمة وصف، لأن أنا بوصف الجو هنا لفترة زمنية قصيرة قوي، اللي هو يوم، يومين، أسبوع، ففترة زمنية قصيرة من حيث إيه؟ درجة الحرارة والضغط الجوي والرياح والأمطار. يبقى عندنا الاختلاف بيكون في الفترة الزمنية بس بين تعريف المناخ وتعريف الطقس. والمناخ أنا بعرف حالته في مثلا شهر، فصل، سنة. إنما الطقس هو يوم أو يومين أو أسبوع بالكتير قوي. أما بعدها خدنا عناصر المناخ. عناصر المناخ اللي هم 3 حاجات: الحرارة، ودي أهم واحدة، وقلنا أهم واحدة ليه؟ لأن هي اللي بتأثر في باقي عناصر المناخ الأخرى، اللي هي إيه؟ الضغط، بتأثر في الضغط الجوي والرياح، وبتأثر في الأمطار. طيب نيجي بقى، خدنا إيه؟ خدنا درجة الحرارة من عناصر المناخ، وخدنا الضغط الجوي والرياح، ومعاهم كمان ايه؟ الامطار. دي عناصر المناخ، 3 حاجات. طيب وبعد كده اتكلمنا وقلنا ان هي من اهمهم درجة الحرارة، من اهم عناصر المناخ، لان هي اللي بتأثر على باقي عناصر المناخ الاخرى، وحطينا سؤال وقلنا بما تفسر. طيب وبعدها خدنا اهم سؤال اللي هو ايه؟ بتختلف درجة الحرارة من مكان لاخر على سطح الارض. حصل فعلا. طب ايه السبب؟ عندنا 5 اسباب اهم من بعض. 1 اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض. 2 التضاريس اللي هي الجبال والهضاب. 3 القرب أو البعد عن المسطحات المائية، وقلنا إن هي في فصل الصيف المية بتمتص درجة الحرارة المرتفعة وبتلطف درجة الحرارة، بتلطف في الجو. وفي الشتاء قلنا إن هي بتمتص درجة الحرارة بتاعة الشمس وبتعمل دفء في فصل الشتاء. طيب رابع حاجة الغطاء النباتي. الغطاء النباتي مهم، لأن وجود غطاء نباتي فهو بيقلل من درجة الحرارة، وعدم وجوده بيساعد في ارتفاع درجة الحرارة في المكان، فيبقى بيأثر على المكان من مكان لآخر. 5 سبب عندي طول وقصر النهار. عرفنا ان في فصل الصيف بتكون أشعة الشمس أكتر لأن النهار بيكون أطول، وفي فصل الشتاء بتكون أقل لأن الوقت بيكون أقل.
فبالتالي ما بتأثرش أوي زي فصل الصيف. لو في أي حاجة مش واضحة اكتبوا لي تعليق وقولوا لي نشرحها تاني في فيديو تاني. استنوا الفيديو الجديد من جغرافيا وتاريخ.